اليوم المدرب هذا قاد المنتخب الاشبال وتوج معاه بطولة شمال افريقيا، ومكمل المدرب اليوم وصعد المنتخب الشباب الى نهائي كاس العالم، ويقدم مستويات متميزة. نعم. المعمول من هذا المشروع المنتخب اليوم هو رفض المنتخب الاول. صحيح. اليوم صحيح. لاعبين المنتخب الاول اليوم في منتخبين كلهم يتنافسون على حجز مقاعد شاغره في الفرصه، ينتظرون الفرصه لاجل يمثلون المنتخب المغربي الاول. نعم. بتاهيل أكيد. وتاسيس نعم. على اعلى درجه من الاحترافيه. شكرا. عادل يقول لك عبد الله اذكر اسماء المنتخب المغربي، ذكرتها والله مرتين ذكرتها، بس نذكرها مره ثالثه عشان المتابعين. بنشاوش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأصدقاء ديالي مرحبا بكم معنا في قناتنا وقناتكم أطلس بريس. أصدقاء ديالي إلا كنتي أول مرة كتشوف هاد القناة ديالنا فما تبقاش علينا بداك اللايك ديالك، الاشتراك في القناة وتفعل داك زر الجرس إلا كنتي أول مرة غادي تدخل هاد القناة هادي. الأصدقاء ديالي فيديو ديال اليوم فراه فيديو يستحق المشاهدة كيف ما شفتوا معنا في مقدمة الفيديو، وكيف ما غادي يتابعوا الجميع بحول الله في التتمه ديال الفيديو ديالنا من الاول ديالو حتى التالي. ما تنساوش كيف ما العاده بعد نهايه الفيديو تخلينا الراي ديالكم في اسفل التعليقات، وتبارطاجيو لنا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم الا كنتو تشوفوا ان الفيديو كيستحق البارطاج. ما غاديش نطول عليكم بزاف، نمشيو مباشره نشوفوا الفيديو ديالنا جميع ونتلاقاو بحول الله في النهايه ديالو. نشوف الصوره عبد الله الثاني لو سمحت. طبعا نبارك للمنتخب المغربي فوزه بقياده محمد وهبي على المنتخب الاسباني. طبعا فوز كبير ومعنوي على المنتخب الاسباني. هو طبعا مش مفاجاه بالمناسبه، طبعا هاي حركه ياسين جاسم طبعا في تقليد اشرف حكيمي. طبعا نذكر بعض اللاعبين المميزين اللي في هذا المنتخب اللي قدموا اوراق اعتمادهم. تتكلم عن الزهواني وتتكلم عن الحداد، الصادق، خليفي، اسماء كثيره، الزبيري طبعا الخريج الاكاديميه. نرد صوره عبد الله المنتخب السعودي، حتى عبد الله شويه راح على الصوره المنتخب السعودي. ارجع ابو حميد لو سمحت، خلكني لو سمحت، او اقطع على عادل العامري، لان عادل العامري هو طالب هذا المحور انه يشيد في المدرب محمد وهبي اللي اعتقد كان له دور كبير في هذا الفوز، خاصة بالتشكيلة أو حتى الأسماء الجميلة اللي شفناها للمنتخب المغربي. وعنده مباراة ثانية مهمة أمام المنتخب البرازيل. طبعا أسماء قدمها هذا المنتخب في المباراة الأولى أمام المنتخب الأسباني. نعيدها مرة ثانية بشكل سريع. عادل، الصادق، خليفي، بو مسعودي، البحراوي، الحموني، معمة، جسيم، طبعا الزبيري صاحب الهدف الاول. ابو احمد نتكلم عن محمد وهبي وعن المنتخب المغربي. اذا فنحيي الاتحاد المغربي لكرة القدم على حسن اختياره للاطارات الفنية التي تقود منتخباته من مدارسها لغاية فرقها الاولى. صحيح. لغاية منتخباتها الاولى. اليوم هم ما جابوا مجرد مدرب، هم جابوا رجل بدرجة خبير متخصص في التعامل مع تلك الأعمار السنية. اليوم هم جايبين مدرب لديه مشروع، مدرب اليوم تم تأسيسه في أوروبا، وتأسس تدريبيا من خلال أكاديمية أندرلخت البلجيكي. محمد وهبي. والله أكبر. فاليوم نحن كرياضيين نعلم ما هي أكاديمية أندرلخت البلجيكي. فبالتالي اليوم أنت لما تختار هذه النوعية تأكد بأن عملك رايح في الشكل السليم والصحيح. صحيح. اليوم المدرب هذا قاد المنتخب الأشبال وتوج معاه بطولة شمال أفريقيا، ومكمل المدرب اليوم وصعد المنتخب الشباب إلى نهائي كاس العالم، ويقدم مستويات متميزة. نعم. المعمول من هذا المشروع المنتخب اليوم هو رفض المنتخب الأول. صحيح. اليوم صحيح. لاعبين المنتخب الأول اليوم في منتخبين كلهم يتنافسون على حجز مقاعد شاغرة في الفرصة، ينتظرون الفرصة لأجل يمثلون المنتخب المغربي الأول. نعم. بتأهيل أكيد. وتأسيس نعم. على أعلى درجة
من الاحترافيه. شكرا. عادل يقول لك عبد الله اذكر اسماء المنتخب المغربي. ذكرتها والله مرتين، ذكرتها بس نذكرها مره ثالثه عشان المتابعين. بنشاوش، جوميز، مصابحي، كمداني، بعوف، مامار، محمد الزهواني، كذلك بيار والحداد والصادق خليفي، وكذلك مسعودي والبحراوي والحموني، معمة، جسيم وزبيري. اسماء كبيره ورافد للمنتخب الاول كابتن محمد تقي. شوف عبد الله، اليوم عشان بس نحدد نقطه مهمه، اليوم اسبانيا رافده للمواهب. صحيح، برافو. لعبت مع المنتخب المغربي ايضا في نقطه لازم نحن نذكرها. شو سبب النجاح؟ ان اليوم منتخب المغرب يفوز على المنتخب الاسباني اللي هو رافض للمواهب اللي شفناه في الدوري الاسباني. في سبب واحد، تنوع اللاعبين اللي يلعبون الان في اوروبا. هذا المنتخب يجمع 4 دول اوروبيه. بتقول لي كيف؟ منتخب مغربي؟ الشباب نعم. في لعيبه من 4 دول اوروبيه، نتكلم عن اسبانيا، فرنسا، وايضا البرتغال، وايضا في بلجيكا وايطاليا كذلك. وايطاليا. يعني انت تتكلم عن 4 إلى 5 دول في منتخب واحد، بالاضافه الى لعيبه الوداد والفتح الرياضي. شو اللي يميزهم؟ والكوكب المراكشي في لاعب. والكوكب المراكشي. شو اللي يميزهم اليوم؟ اللي يميزهم ان اللي يديرهم مواطن، مدرب مغربي يدير هاي الكوكبه اللي تلعب في اوروبا، مغتربين عشان كره القدم ويمثلون رايه المغرب اليوم. فبالتالي اعتقد هذه النقطه، انك انت تفوز على المنتخب الاسباني اللي هو يعتبر رافد للمواهب الكرويه في اوروبا على مستوى اوروبا. اليوم نتكلم ان اسبانيا تتصدر المشهد، ما اقول انا هالكلام، شوف الدوري الاسباني. فبالتالي اعتقد المنتخب هذا يجب ان يتم التعامل معه بشكل مناسب حتى يتم تحويله مستقبلا للمنتخب الاول. هذا ممتاز. ما يميز طيب. الجامعه الملكيه في الاتحاد نعم. المغربي. نعم. والسيد فوزي الاخجع اللي اليوم يمكن المدرب المغربي في جميع خطوط المنتخبات أكيد. الوطنيه. نعم. هو يقود، هو يدير مشروع وطني. مشروع وطني هذا اليوم مشروع وطني مغربي لاجل انتقاء وتصدير والاستفاده من العنصر الوطني بكل هذا، ليس فقط المدرب، كل الجهاز الفني في نقطه مهمه والطبي، في نقطه ولا كلهم مغاربه. الجهاز الفني والاداري بنشيد فيه، والطبي شوف كذلك. كلهم مغاربه. نشيد فيه بعد في, شوي. في نقطه تفضل مهمه محمد تقي. جدا انت لازم تشوفه في المباراه، البنيه الجسمانيه لعيبه المغرب. صحيح. اليوم طيب. اليوم هذا اللاعب يقدر يلعب فريق اول. بالضبط. طبعا يعني ممكن نعم. الرقراقي يشوفه يقول له تعال أكيد. فريق ايه اول. كابتن، لان هذا ما يطعمون السندويش صمون. طيب زين. يطعمون ادوات كابتن. وعصير ملكم. ايه هذا اليوم هذا عندنا هنيه يعني. والله لان اليوم هذا متاسس، اليوم حاطين له بنيان. عبد الله ما يقدم انت حط صورته الاخيره اللاعب اللي مسوي هذا، موجود. شوف العضله كيف عنده. تفضل حمد. ما يقدم من خلال الكره المغربيه والله يجب ان يدرس عندنا، ويجب أكيد. ان يدرس في كل دولنا العربيه. نعم. وليست الخليجيه فقط. نعم. اليوم اللي شفناه من الفرق، لا يقول لي واحد، لا يجيني واحد يقول لي هذول كلهم عايشين برا، لا. هذول كلهم اجانب لا. يعتبرون هم يمثلون هذول محترفين. منتخب المغرب للمحليين فاز ببطوله افريقيا. نعم. وهم مش محترفين أكيد. خارج المغرب. نعم. طيب. لا تكلمني عن هذا، كلمني عن عقليه تدير الكره في المغرب. شكرا ابو اقول ناصر. لك على معلومه الان، بقول لك على معلومه وصلتني امس. المعلومه وصلتني امس، المصدر انا اثق فيه. عمان رايحه في نفس الاتجاه. في المدارس. سلطنه عمان رايحه في نفس الاتجاه. تكوين. بس هذه التجربه نعم، كانت عندنا في مساله التكوين رايحه في نفس الاتجاه اليوم. طيب زين. بس في نقطه وانشات 10 ووقعت مع 3 اتحادات مختلفه في العالم. طيب زين. 3 اتحادات. بس, أكيد. بس في اليوم. نقطه كابتن، هاي التجربه كانت الرهان عندنا. على ابن البلد هو المردود الطيب أكيد. يكون. بس التجربه كانت عندنا موجوده. كانت طيب زين. كانت في 8 مراكز. كانت وينها اليوم؟ طبعا شكرا وينها؟ محمد وعادل عامري. بترجع ان شاء الله. نشكركم. بترجع ان شاء الله. طبعا يعني اوكي. طبعا في كثير من الاسئله احنا ما نتخصص الكثير، ولكن طبعا من هذا المنبر نهني كذلك المنتخب المغربي بقياده محمد الوهبي، ونشيد كذلك في مساعد المدرب والجهاز الفني والاداري طبي. واللاعبين والمنسق الاعلامي، كل البعثه المغربيه في تشيلي. مباراة أولى مع اسبانيا، مباراة ثانية مع البرازيل إن شاء الله الفوز، مباراة ثالثة إن شاء الله بإذن الله تعالى الفوز بيكون محقق بإذن الله تعالى على المكسيك. نحييكم ونتابعكم ونتمنى لكم شكرا. كل التوفيق ونشجعكم باذن الله. أبو ناصر عندك أي إضافة ولا شوف انتم الصورة؟ واشقائكم المصريين. شكرا. طبعا على طاري المنتخب المصري، خسر المباراة الأولى أمام المنتخب الياباني، نتمنى له إن شاء الله التوفيق بإذن الله. في المباراة الثانية. نشوف الصورة عبد الله لو سمحت. كذلك عندنا فيديو كذلك.
قائمة الأخضر السعودي أبو أحمد، هذه قائمة بناء على طلبك طبعا. هم طبعا فارقين الآن 3 مباريات مهمة بفوز مغربي مهم في المشاركات الخارجية. نبارك طبعا جمهور اسفي والجماهير الثانية في هذا المحفل، الجيش كذلك نهضة بركان. 3 فوز، علامة كاملة لحد الآن في أول جولة أعتقد. عموما فوز يا اخي والله بس شوف اقول لك شيء، الجمهور بس يلتزم في المغرب والله اجمل دوري في المنطقه راح يكون. إن شاء الله. الجمهور المغربي لو يلتزم بس، والتحكيم يتعدل. التحكيم بيتعدل بس الجمهور يلتزم نعم. بالاشياء الامنيه، والله هذا احسن دوري في القاره الافريقيه، ممكن يكون احسن دوري في الشرق شفت الأوسط. الحضور كيف الجماهيري. يلتزم يعني بتسوي؟ يعني موضوع الالتراس والسوالف هي معروفه يعني، عشان في بعض يتم- النقاط عشان ما نذكر على الهواء. انا ما ابغى اذكرها، كلام لأن محمد يتم, تغي يتم صحيح. منعهم من الدخول وكذا أكيد. كذا، فلازم يكون في التزام. شوف شوف حرام إذا, يعني. إذا ذكرت جمهور الوداد والرجاء إيه. لازم تذكر جمهور الفتح والجيش. ايه إذا ذكرت الفتح والجيش ونهضه بركان نهضة بركان، وإذا ذكرت نهضة بركان تذكر جمهور شو؟ اسفي وحسن القادير والقنيطري. جماهير كبيرة، وطنجة جماهير كبيرة، والفاس. ولا ومغرب الفاصي تذكرهم يعني أترس وحضور كبير بصراحة. هاي دولة شعبها يعشق كرة القدم، نعم. ويترزق من كرة القدم. شايف الإنسان اللي يبدأ صغير أنا عارف. نفس البرازيل، هذه المغرب. نعم. عندنا. برازيل الكرة العربية وين؟ المغرب. نعم. هذه مقولة كان دائما خلينا نشوف الفيديو بعد مباراة المغرب مع اسبانيا. نشوف هذا الفيديو عبد الله لو سمحت. شوف هذا طبعا الفوز الاول على المنتخب الاسباني. نبارك طبعا، باركنا ونبارك مره ثانيه وثالثه للجهاز الفني والاداري واللاعبين. فوز مستحق. جمهور في كل مكان. إيه معمى، وكذلك الصادق والحداد وطه. انا يعجبني هذا اللاعب الجديد ياسين جاسم، لاعب اعتقد في الدوري الفرنسي اذا ما خانتني الذاكره، يا درجه ثانيه او ثالثه، صاحب الهدف الثاني اللي طبعا قلد اشرف حكيمي بالحركه. هذا اللاعب، هذا اللاعب ممتاز. اي والله لاعب ممتاز، درجه ثانيه او ثالثه في الدوري الفرنسي اذا ما خانتني الذاكره. نتمنى له ان شاء الله التوفيق في المباراه الثانيه. مواهب يعني مواهب تبارك الله، مواهب كبيرة. يعني كبيرة جدا، والله يعين الجامعة الملكية انها كيف تقدر اكيد. تحصرهم صراحة. نعم. يعني مواهب المغرب في اوروبا، اقول لك يمكن في غيرهم هذول بعد. نعم، حتى الجمهور المغربي موجود في تشيلي، والتوقيت صعب صراحه في تشيلي. والمسافة توقيت عند المسافة. الارجنتين والبرازيل. على فكره عنده مباراه ثانيه امام المنتخب البرازيلي. اذا المنتخب المغربي حافظ على هذا الاداء ممكن يوصل. نعم. يوصل للدور زين. الاربعه والنهائي. ابو احمد، نهضه بركان في صداره الدوري المغربي نهضة بركان. أنا سرحت وفوز اول كذلك أنا في صراحة على صعود المنتخب ابو احمد. لا أنا سرحت في حاجة ثانية. تفضل. ويارس أفكر يلا قول تفضل. واستبعد في الكلام اللي أنت ياس تقوله والأخ محمد عن المواهب المغربية والاهتمام الكبير اللي توليه الجامعة الملكية وفي المواهب وتطويرها وكذا. شو بقول لك يعني، واتحسر على نعم. ابنائنا بكل امانه. طيب اتحسر، ما في مشكله. شكرا. اتحسر على ما يجري في اكيد رياضتنا، واسعد ما اشوفه عند ان شاء الله. الاخرين. طبعا ما يحدث في الدوري الكويتي الشقيق يحزننا بصراحه في بعض المباريات. ديالي وصلنا لنهايه الفيديو. اذا كان عجبكم الفيديو ديال اليوم فما تبقوش علينا بداك اللايك، اشتراك في القناه، تفعلوا لنا داك زر الجرس، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش يوصل لجميع المغاربه داخل وخارج انحاء الوطن. اصدقاء ديالي كيما شفتوا معنا الفيديو ديال اليوم فراه كان صراحه واحد الفيديو شيق ويستحق المشاهده. ما بقى ليا الا نودعكم ونتلاقاو بحول الله في فيديو مقبل. ما تنساوش تخليو لنا الراي ديالكم في اسفل التعليقات، وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش يوصل جميع المغاربه داخل وخارج انحاء الوطن. الاصدقاء ديالي ما بقى ليا الا نودعكم ونتلاقاو بحول الله في فيديو مقبل.